السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير. كاع اللي كيشاهد هاد القناة مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم واحد الوصفة ديال القرص دقيقة الفينو. عندي واحد الكيلو ديال دقيق الفينو، غادي نضيف ليه كاس ديال سكر حبيبات، غادي نضيف واحد الكاس مع مرش ديال الزنجلان زنجلان، وكاين حبة حلاوه والنافع حتى هما تيداروا. انا ما درتهمش لحقاش ما عندي وليدات ما غاديش ياكلوهم ليا، هذا علاش حذفتهم. اما يعني القرص البلديين ضروري تيداروا فيهم هاد جوج مكونات. درت هنايا واحد الشاشيه ديال خميره ديال العجينه حبيبات، ما تكتروش دابا الحال سخون، يعني عاد قلوا شويه الخميره. هنايا درت واحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف واحد جوج معالق ديال الزبده كبار اللي ذوبتهم، يكونوا كبار. ذوبتهم حتى يعني حيد منهم داك الماء، يعني بقاو صافين. بهذه الطريقه هذه غادي نضيف كلشي فوق داك الكيلو ديال الدقيق ديال الفينو صافي، وغادي نعجن. عندي هنايا الخميره ديال الحلوى، عندي ساشيه من فئه 15 غرام. نغربلوها بهذه الطريقه هذه، ضروري تغربلوها صافي. وغادي نجمع الكل بالماء يكون من روبيني عادي، ما يكونش سخون حقاش الحال سخون هاد الايامات، يعني ما يمكنش ما ديروش الماء يكون سخون ولا من روبيني يكون شويه دافي، لا ديروه بارد، كل ما بارد باش العجينه تجيكم هي هذيك ويجيكم القرص مزيانين. هنايا غادي نضيف الماء بشويه بشويه، يعني الكميه ديال الماء يعني ما غاديش تكون محدده على حساب الدقيق، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا مازال غادي نزيد الماء وغادي ندلك هاد القرص مزيان، حقاش انا دايره الدقيق الفينو، يعني كيختلف على الدقيق الابيض. الا كنتو دايرين الدقيق الابيض ما كتعجنش، غير كتجمعوها مزيان وتخليوها بحال شكل العجينه ديال السفنج جايه ليها صافي، وكتخمروها على 2 مرات ولا 3. يعني كل مره فين ما خمرت كتحيدوا منها الهواء وكتعاودوا تخمروها. هذا لا، هذه ديال الفينو غادي نعجنها يعني مره واحده. نتوما غادي تشاهدوا الفيديو راه موضح. غادي نجمعها بهذه الطريقه، تكون شويه رطبه، وغادي نعجنها مزيان مزيان مزيان. يعني خصكم ضروري تعجنوها مع الدقيق الفينو شويه حرش تيبغي العجينه. هذا هو القوام. دابا غادي نبقى نزيد في الماء وانا كنعجن، نزيد في الماء وانا كنعجن حتى نطلع على واحد العجينه اللي تكون كتلتصق في اليدين. نعجنوها مزيان، قد ما عجنتوها راه غادي تجي النتيجه مزيانه، تحصلوا على القرص اللي نتوما باغين. غادي نعجنها نعطيها العجينه، يعني قد ما عجنتوها مزيان، وزيدوا الماء يعني بشويه بشويه حتى تحصلوا على ديك النتيجه، تكون شويه العجينه كتلصق في اليدين ومعجونه. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وتستمتعوا بها وتكون النتيجه مزيانه. وما تنساوش ليا واحد لايك وواحد تعليق محفز، يعني فضلا وليس امرا. هنا مازال غادي نزيد الماء، يعني فين ما حتى شفت العجينه انها محتاجه الماء نزيد الماء وندلكها. قد ما دلكتوها يعني يجيكم دوك القرص، يعني النتيجه مزيانه. غادي نستمر حتى نحصل على النتيجه ديال العجينه اللي انا باغيه، وعاد غادي ندوزو لباقي المراحل. انا غادي نعطي هاد ليك، يعني غادي تصبروا معايا لحقاش يعني بغيت نصور لكم المراحل ديال العجينه، يعني خطوه بخطوه باش يعني تنحشوا. انا مازال غادي تزيد الماء، يعني فين ما لقيت شفت العجينه محتاجه الماء كنزيدها الماء، يعني الماء حتى هو كيلعب دور في العجينه. ونعجنوا ونزيدوا، ما نزيدوش الماء دفعه واحده، يعني نبقاو نضيفوا في الماء ونعجنوها. هذا هو القوام كما كتشاهدوا ديال العجينه مطلوقه ومعجونه مزيان. غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت النباتيه وغادي نغطيها تخمار، يعني خصها تخمار مزيان. غادي ندير واحد البلاستيكه ونغطيها، وندير واحد المنديل ونخليها تخمار، يعني تتخمار يعني دغيا في هاد الفصل الصيف دغيا كتخمار. هنايا بعد ما خمارت ضاعف الحجم ديالها وطلقات كتر، هذه هي النتيجه.
العجينه كتكون مطلوقه. هنايا عندي واحد زيت نباتيه، ضروري دوزو شويه في يديكم لحقاش العجينه مطلوقه، ضروري تستعنوا بالزيت النباتيه بهذه الطريقه هذه. وغادي نشكلها قريسات صغار على الحجم اللي نتوما بغيتو، يعني حجم متوسط. هنا حيدت من هذاك الهواء وغادي نبدا نشكل فيها. هنا ضروري تستعنوا بالزيت ضروري، حقاش يعني العجينه كما كتشاهدوا يعني مطلوقه. هنا ندهن يديا بالزيت ونبدا نشكل فيها بهذه الطريقه هذه كما كتشاهدوا. يعني الحجم ديال القرصات يعني نتوما اللي تتحكموا فيها. يعني هذا الحجم هذا كتجي هي هذيك، كيجي الحجم ديال القرصه مزيان او ديال القرص. هنايا غادي نستعمر حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. نحاولوا نديروهم في نفس الحجم كما كتشاهدوا بهذه الطريقه هذه. غادي نستعمر حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. كما كتشاهدوا العجينه راها يعني مطلوقه يعني دغيا، يعني ما كتعذبناش وكتجي النتيجه مزيانه. هنا بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي ديال العجينه، راه كتلوح ليا واحد الكميه زوينه مزيانه. هنايا غادي نطلقها واحد شويه، ما نطلقوهاش بزاف لحقاش الدقيق ديال الفينو ما غاديش يعني ما نحتاجوش نطلقوها بزاف باش ما تجيناش رقيقه عاوتاني. يعني الدقيق بالفينو ماشي هو الدقيق الابيض، يعني كيتختلف. يعني الدقيق الابيض نحتاجو شويه نطلقوه مزيان باش ما يتنفخوش. هنا هذا هو بعد ما طلقتهم كلهم. هنايا عندي صفار د البيض اللي ضفت عليه واحد شويه ديال الحليب، وغادي ندهن الوجه ديالهم كما كتشاهدوا. الوجه ديالهم كلهم بهذه الطريقه هذه. من بعد ما غادي ندهنوا الوجه ديالهم غادي نرش عليهم سمسم او زنجلان من الفوق باش للتزيين، ونخليهم يخماروا. يعني ضروري خصنا نخليهم يخماروا، يعني ما كياخذوش معنا وقت كتير في الاختمار. ما نخليهمش عاوتاني يخماروا بزاف عاوتاني، يعني باش ما يجيوناش باش ما يتفرقعوش لينا في الفران. هنايا عندي السمسم اللي غادي نرشو فوق من القرص اللي عندي، وغادي نخليهم حتى يخماروا. غادي ندخلهم الفران، غادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي كما كتشاهدوا بهذه الطريقه هذه. نتمنى ينالوا اعجابكم. راه كيجيو صحيين وكيجيو يعني مطلوقين وكيجيو رطبين. هنايا بعد ما تضاعف الحجم ديالهم، هنايا مشعل الفران على 200 درجه من التحت ومن الفوق. ندخلهم حتى يطيبوا لينا وياخذوا واحد اللون كيف ما تشاهدوا. هذا هو اللون اللي خداو، لون ذهبي، اللون اللي كيكون ديال القرص، يعني اللي محبب في القرص هو هذا اللون هذا. ما تخليهمش عاوتاني يتحرقوا، تردوا معاهم البال. كما كتشاهدوا كيجي واحد اللون زوين وكيجيو ناجحين وكيجيو رطبين وكيجيو يعني كيجيو شي حاجه اللي زوينه اللي تستحق التجربه. كما كتشاهدوا الداخل ديالهم راه مرطبين وهشاش وما يعني ما عامرينش بزاف ديال بالبابه، يعني مدلوكين. هنا النتيجه ديال العجينه هي هذه باش تعرفوا ان القرص نتيجته زوينه. كتشاهدوا العجينه يعني الخبز كيجي الداخل ديالو كيجيو زوينين القرص. نتمنى ينالوا اعجابكم، ويلا نخليكم مع السلامه.